اليوتيوب دلوقتي عامل هدايا رمزية لكل صناع المحتوى. يعني لو عندك قناة على اليوتيوب سواء بتنزل عليها او ما بتنزلش، كنت نزلت مثلا فيديو من فترة او فيديوهين ومش مستمر، فانت مش هتخسر اي حاجة لما تدخل على الجيميل وتشوف الميل ده جالك ولا لا. اوريهولك دلوقتي زي ما انت شايف، ده الجيميل في ميل زي ده بالظبط كده المفروض يكون جالك. اليوتيوب طبعا زي ما انت شايف بيرحب بيك، وهنترجم كده الرسالة مع بعض علشان كل حاجة تكون واضحة قدامك. طيب باختصار كده هنا بيقول لك ان على مدار الشهور اللي جايه ان شاء الله هيبدا يكون في هدايا رمزيه لصناع المحتوى. زي ايه؟ هدايا مثلا عباره عن وجبات ممكن تطلبها مجانا، وفي طبعا هدايا تانية هنشوفها تاني مع بعض. وهنا زي ما انت شايف كده بيقول لك القناه بتاعتك او انت انضميت بقالك قد ايه. تمام، يعني انا دلوقتي القناه دي المفروض بقالي كده 1254 يوم. طبعا انا من قبل كده بكتير قوي، بس زي ما انتم عارفين كان عندي قنوات قبل كده واتقفلت. ان شاء الله ربنا يسهل والقناه دي تفضل مستمره، ما يحصلش فيها اي حاجه. تمام. فزي ما انت شايف بيجيب لك اهو بعض الامتيازات، وطبعا بيقول لك للحصول على الاشياء دي قم بالتسجيل. وطبعا مدي لك الكود بتاعك ده لازم تبقى واخده كوبي، لان الكود ده انت هتستخدمه وانت بتسجل. فهنبدا نعمل قم بالتسجيل. وزي ما انت شايف اول ما دخلت بدا يجيب لي الصفحه دي، يقول لك هنا انشاء حساب. هتبدا تعمل انشاء حساب عادي بالرمز اللي انت خدته، اللي هو الرمز اللي انا خدته، ابدا اعمل له لصق. وهنا الرابط بتاع القناه بتاعتك، بتروح تجيب رابط القناه بتاعتك. طبعا كلكم عارفين بتجيبوا الرابط ازاي، وبتبدا تعمله هنا وبتبدا تقول له التالي. تمام. المفروض انا مسجل حساب، يعني هبدا اعمل تسجيل دخول كده. وهنا بيقول لي اكتب طبعا الايميل بتاعك واليوزر، هبدا اكتبهم كده سريعا. انتم شايفين طبعا ده البريد بتاعي وكلمة السر اللي انا سجلت بيهم. هبدأ اعمل تسجيل الدخول. الموضوع سهل وبسيط زي ما انت شايف كده. فطبعا هتبدأ تنزل ده الحساب بتاعك. تمام. بيبدأ يجيب لك طبعا المزايا بتاعت الشركاء هتحصل على ايه. انت طبعا تتابع بقى الايميل بتاعك اول باول، ان اي حاجه زي كده ممكن تدخل تطلبها على طول يعني. ودي المنتجات زي ما انت شايف، في منتجات حقيبه وفي جوارب. فبتعمل ايه علشان تطلبها؟ وفي طبعا ان انت تطلب وجبه، يعني هنا جايبين وجبه مع هارت اتاك، فممكن تدخل تطلبها. وليكن هندخل كالاتي، وهنا بيقول لك تاريخ الانتهاء يوم 20 12 2024، يعني لسه في حوالي شهر تقريبا. هنبدأ نعمل حصول على الجائزة. وزي ما انت شايف ده الرمز بتاعك. بيجيب لك الخطوات تعمل ايه. بيقول لك قم بتنزيل تطبيق طلبات، وابحث في قائمة هارت اتاك واختر الاصناف. يعني هنا بيدي لك الكود ده هيبقى عليه قسيمة بحوالي 320 جنيه. زي ما انت شايف اهو الكود اللي انت يعني هتطلب حاجات وهتبدأ تكتب الكود بتاعك، هيبدأ يتخصم منك 320. يعني الصراحة كود ممتاز جدا. فانت ممكن تستخدمه في وجبة زي كده، او ان انت ترجع بقى وتروح تطلب الحاجات التانية دي. تمام. ممكن تطلب دي برضو. وهنا بيقول لك رجاء تحديد انت عاوز ايه. طبعا هنا المفروض دي خلصت، اللي هي الحقائب القماش دي. في الجوارب دي لو انت حابب تطلبها، وبتبدأ تكتب بقى البيانات بتاعتك، بيانات التوصيل. بتكتب العنوان بتاعك بالتفصيل والمدينة والمحافظة، وبتبدأ تعمل حصول على الجائزة. بيجي لك على طول، بس هنا تعمل طبعا قبل يوم 20/12. فده كان الموضوع باختصار. لو انت صانع محتوى تابع في الاول، لان الحاجات زي ما انت شايف ممكن تبقى هدايا محدودة. ممكن تلاقي مجات، ممكن تلاقي حاجات تانية تعجبك. في تيشيرتات، في حاجات كتيرة أوي ممكن تعجبك من خلال اليوتيوب. وزي ما انت شايف كلها حاجات مجانية، فانت ممكن تستغلها يعني. تمام. فده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتصلي على النبي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.